هنعمل ايه مع منتخب السنغال؟ منتخب السنغال قوي جدا هجوميا، بيعتمد على ظاهرين طايرين وبناء اللعب عن طريق ثلاثي نص الملعب، ثلاثة في نص الملعب، وتطوير الهجمة بيتم عن الأجنحة اللي بتنزل تطور الهجمة، ساديو ماني أو الجناح الناحية التانية. طيب في ثغرة بيسيبوها وراهم، مفيش فريق أبدا في الدنيا أو منتخب بيلعب بطريقة كاملة. طب إيه الثغرة دي؟ هي ثغرة ما بين قلبين الدفاع والظهير المهاجم، عندهم مشكلة ظاهرة جدا في التغطية العكسية والارتداد الدفاعي. يعني لو ربنا كاتب لنا الصعود وكابتن حسام بإذن الله يعمل حسابه على النقط دي، هو أكيد كوتش كبير وعارف. طيب بيقابلهم مشكلة كبيرة في الارتداد ما بين الظهيرين، الباك اليمين أو الباك الشمال اللي دايما طايرين لقدام. يعني أي قطع في كورة في نص الملعب في المربع على دايرة النص بتعمل ارتداد عليهم سريع، ما عندهمش السرعات الكافيه لانه بيلعب بملعب مفتوح جدا على الاخر. يعني الظاهرين كل واحد واخد طرف على الاخر 60 متر، فطبيعي هيبقى عنده ثغره كبيره في دي. طيب في نقط انا خايف منها على منتخبنا، باذن الله نقدر نعالجها. النقطه السلبيه في الكور العرضيه علينا اللي ظهرنا بيها في ماتش كوت ديفوار. طيب نقطه تاني، العامل البدني ما ننجرش معاهم لما بعد ال90 دقيقة، مش هنقدر نجاريهم في ال120 دقيقة. المنتخب ما تحسوش واقف قوي بدنيا على رجله. ثالث نقطة ودي الأهم، العامل الذهني. اللعيبة دي تنسى شوية موضوع الطار وهننزل وهنضغط والطار وطلعونا من أفريقيا وطلعونا كل بطولة القديمة راحت لحالها، احنا النهاردة في الجديد، عشان العامل الذهني ده هو اللي هيوقفك على رجلك 90 دقيقة أو 120 دقيقة. طيب نقدر نهاجم منتخب السنغال، انا اسف منتخب السنغال عن طريق ان احنا نضرب من ورا الباكين اللي طايرين. تاني حاجه نقدر نزود في الكوارات العرضيه، ودي انسب وقت لينا او مش هيكون متاح كتير غير في الكور الثابته لمنتخب مصر. نلعب على رامي ربيعه وعبد المجيد وياسر ابراهيم، فنقدر نطور بس اللعب لما نعدي نص ملعبهم، نقدر ناخد فاولات قرب حدود ال18 عشان نقدر نلعب كور عرضيه. ده المواقف اللي هنكون احنا منتخب مصر لزياده عدديه ملحوظه 5 أو 6 لاعبين في السنغال. انا الحمد لله ربنا كرمني، الفيديو موجود على صفحتي، قدرت احلل كام نقطه في منتخب كوت ديفوار وربنا كرمنا بيهم. ده فضل ونعمه من عند ربنا، يعني ما هياش شطاره ولا حاجه، وارد كل واحد افكاره تصيب او تخيب، دي كوره يعني في الاول وفي الاخر. ربنا يا رب يكتب لنا ان شاء الله الصعود، نقدر نستغل النقط دي. طيب نقطه تاني قبل ما اختم الفيديو على السريع، منتخب السنغال اتفرج عليك، يعني شاف موقف مصر في ال5-3-2 الدفاعيه شويه وترحيل الاطراف وازاي بيقدر يلعب على المرتده. هل هو منتخب السنغال يقدر يغير من خططه؟ ممكن يبتدي يركز بس معانا، ما يديناش فرصه على المرتده، لكن ما يقدرش يغير شكله كله. منتخب بيلعب بقوام ثابت معروف، خطورتهم في نص الملعب كبيره جدا، لعيبه نص الملعب عندهم رجلهم حلوه قوي. ما اعتقدش لو هم عندهم الوقت الكافي ولا احنا عندنا الوقت الكافي كمنتخب مصر كل واحد يقدر يغير التشكيله كامله. يعني انت ممكن تلعب على فكره او اتنين، لكن الشكل العام هيفضل هو واضح. محدش عنده رفاهيه الوقت ان يغير كل افكاره دي في يوم وليله عشان خاطر المنتخب التاني. باذن الله ربنا يكتب لنا يا رب الصعود، وربنا يكتب لنا كل الخير ان شاء الله.